بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رحاب نادينا المبارك، نادي نور الوحيين، في دورة علمية جديدة في باب تفسير القرآن الكريم. فهي فرصة للتمرن والتعلم، حيث سنتناول في عدة مجالس سورة الأحزاب بالدراسة والتحليل بعدة محاضرات متفرقة مع ثلة من أساتذتنا الأفاضل تحت عناوين متنوعة بما يخدم كلا الجانبين، الجانب النظري والجانب التطبيقي. وهذه أولى محاضرات هذه السلسلة المباركة تحت عنوان مقدمات السورة، التي سيقدمها لنا فضيلة شيخنا الدكتور مراد خنيش حفظه الله ورعاه، والذي نشكر له رحابة صدره، وأن يكون هذا الجهد المبذول صدقة جارية عنه وعن والديه وعن مشائخه. فالله نسأله أن يزيده بسطة في العلم وبركة في العمر والوقت. دون إطالة أحيل الكلمة إلى فضيلة الشيخ ليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واستر عيوبنا واحفظنا من كل سوء وبلاء. اللهم لا تحرمنا أجر هذا المجلس، اللهم لا تحرمنا وطلبتنا الكرام والسامعين والضيوف المباركين أجر هذا المجلس. ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل مجالسنا هذه مباركة طيبة متقبلة، نزداد فيها صلة بك يا ربنا، إنك رؤوف رحيم. في الحقيقة، وقبل أن أبدأ في الحديث فيما أسند إلي، أرحب بكم أيها الطلبة الكرام البررة ترحابا كبيرا، وأقول لكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله ربي الكريم المنان أن يجعلنا وإياكم ممن قال ربي فيهم في محكم التنزيل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأثني بالشكر للقائمين على هذا النادي الطيب المبارك، نادي نور الوحيين الشريفين، الذي يعمل تحت إشراف قسم الكتاب والسنة وتوجيه نخبة من الأساتذة الفضلاء الأجلاء العلماء الدعاة العاملين. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من ورثة الأنبياء في العلم، آمين. وأشكر كذلك مرة أخرى للقائمين على النادي، وأخي إسلام قد اتصل علي قبل نحو أسبوع على حسن ظنهم بأخيهم، وأنا أعتذر إليكم كثيرا، بل أعتذر اعتذارا بالغا وبأجل الأساليب وأرفعها، فأقول: لست ممن يحسن به الظن في مثل هذه المقامات، وأنا دون ما يظنه بي كثير من الطلبة. ويعلم الله أننا نقبل على هذه المجالس رغبة في الاستفادة، كما نقبل على الإفادة التي تجب علينا. أقول وبالله التوفيق. وقع اختيار الطلبة الكرام على تفسير سورة الأحزاب، واختاروا أن أقدم لهم بمقدمات، ورأيت أن الكلام في هذه المقدمات يحسن أن أقدم له بمقدمتين اثنتين. الأولى
أحب أن أذكر طلبة الكرام بشرف التفسير والاشتغال بمعاني الكتاب العزيز. هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكتاب الذي أعجز الله عز وجل به العرب والعجم أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الحق أن شرف التفسير أو الاشتغال بالتفسير وفضل ذلك فيه إشارة أو إليه إشارة من بعض آي القرآن الكريم. أقتصر على ما ذكره الإمام جلال الدين السيوطي في الإتقان، فقال: وأما شرفه فلا يخفى. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وذكر أن الحكمة هنا هي تفسير القرآن أو معرفة معاني القرآن الكريم. وقد أسند ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الأثر مرسلا، في قوله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة. قال ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. أما الإشارة إلى شرف وفضل الاشتغال بالتفسير في السنة النبوية المشرفة، فيكفي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأثر عنه أو صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه فسر آيات كثيرة واشتغل بتفهيم كلام الله تبارك وتعالى لأصحابه الكرام كما بلغ ألفاظه. وقد قال رب العزة والجلال مكلفا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التبليغ العظيم، بتبليغ الألفاظ والمعاني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، وفي قراءة فما بلغت رسالته. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من الأئمة أن البيان أو أن التبليغ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع على هذين، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن كما بلغ معاني القرآن مما كانت الحاجة إليه قائمة في زمن الأصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد جمع الأئمة قطعا كثيرة ومدونات وفيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير كثير من الآيات القرآنية والألفاظ القرآنية. أما ما يتعلق بشرف التفسير فيما ورد في آثار الصحابة وأخبار التابعين فالأمر في ذلك كثير وواسع، ولعلي أفيدكم بجملة من هذه الآثار، وإن كان في أسانيد كثير منها ربما مقال، فإذا ما وزنت بموازين أهل الحديث أو أخضعت لقواعد الصناعة الحديثية وجدناها لا تسلم من كثير من الكلام، لكنها في الجملة تتضمن معاني حسنة وحوت مقاصد طيبة دلت عليها نصوص الشريعة من القرآن والسنة وغيرها. ولهذا اشتهرت في كلام المفسرين وأوردوها في مقدماتهم كابن جرير الطبري وتبعه على ذلك، وكذلك الإمام الثعلبي وأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في معالم التنزيل، وهكذا الإمام ابن عطية إلى زمن الإمام القرطبي رحمه الله الذي أورد آثارا وجمع أخبارا جليلة جميلة من مجموع ما ذكر عند سابقيه. فذكر من ذلك ما روي عن ابن عباس مما كنت قد أفدت به آنفا: يؤتي الحكمة. قال القرآن، قال ابن عباس يعني في لفظ آخر يعني تفسيره: فإنه قرأه البر والفاجر. وإنما الذي يميز البر عن الفاجر أن البر كما سعى في تحصيل ألفاظ القرآن وتلاوتها كذلك سعى وأراد ورغب في تحصيل معاني القرآن الكريم. وأما البر
فهو تال للقرآن الكريم ولم يستفد من معاني القرآن الكريم ولا اهتدى بهداياته ولا استنار بتوجيهاته وتشريعاته. ومما ذكره القرطبي أيضا عن الصحابة والتابعين بعض الآثار، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه ووصفه بالعلم يوما، فقال له رجل: جعلت فداك، تصف جابر بالعلم وأنت كأنه يتعجب من أمير المؤمنين أن يصف جابر بن عبد الله بالعلم بمعاني الكتاب العزيز. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن وتفسيره، وقد أثر عنه ورد في بعض الأخبار أنه قال: لو أردت أن أحمل البغال بتفسير سورة الفاتحة لفعلت. ولهذا كان الوارد عن علي في تفسير الكتاب العزيز أكثر من الوارد أو عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. بماذا أجابه علي رضي الله عنه؟ قال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى، هي آية واحدة، قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والناظر في تاريخ الآراء المنحرفة عند الفرق المنحرفة يجد عند بعض الفرق خاصة الشيعة الإمامية أقوالا تتعجب منها وآراء هي غاية في الانحراف. ومن الآثار ما ورد عن مجاهد تلميذ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال: أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. وعن الحسن رضي الله عنه أو عن الشعبي أن رجلا أن مسروق بن الأجدع رحل إلى البصرة في تفسير آية، يريد معنى آية أو يريد معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من آيات الكتاب العزيز، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، فتجهز رضي الله عنه وكان في بلاد العراق، فتجهز رحمه الله ورحل إلى بلاد الشام حتى علم تفسيرها. وأنتم يا طلبة الحديث لكم أمثلة عند المحدثين إذا أرادوا طلب علو السند، فيذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رحل إلى صنعاء من أجل أن يسمع حديثا من الإمام عبد الرزاق الصنعاني طلبا لعلو السند الذي اختصت به هذه الأمة وشرفت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام أو أمة الإسناد عفوا. لعلي أختم بهذا الخبر الجميل. فعن إياس بن معاوية وهو يتحدث في شرف التفسير وفضل الاشتغال بمعاني الكتاب المنزل المبارك قال: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، لأن الكتاب جاء من الملك، فهم حريصون كل الحرص أن يعلموا الخطاب الذي جاءهم من عند الملك والأمر والنهي الذي جاءهم من عند الملك إلى غير ذلك، والتكاليف التي جاءت من عند الملك بحكم الملك والمسؤولية. قال: ومثل الذي يعرف التفسير يقابل الصنف الأول كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. رأيتم الفرق بين الذي يتعلم معاني الكتاب ويعرف تفسير آيات الكتاب وبين الذي ليس له من الكتاب العزيز إلا حفظ بعض ألفاظه. على كل حال هذه بعض النصوص وبعض الإشارات فيها، وتلك بعض الآثار والأخبار. ثم إن الاشتغال بالتفسير لا شك أنها جزء من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، وهذا هو العلم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته المباركة الشاهدة على الأمم. فأنت يا طالب علم التفسير تشرف بهذا الإرث العظيم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وأجل العلم علم القرآن وتفسيره. أليس كذلك يا أبناء الكرام؟
طبعا الناس يختلفون وطلبة العلم يتفاوتون، وطرق تحصيل التفسير ومعاني الكتاب لا شك أن له مراحل وله مسالك، غير أن الاعتماد في معرفة هذه المعاني والهدايات وغيرها لابد أن يكون على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتمد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وجمهور التابعين الأجلاء. وكذا النظر في كتب التفسير المعتمدة، فقد كتبت الأمة كتبا كثيرة عظيمة ودونت تفاسير خيرها ونفعها وفير جليل. بل قال بعض العلماء إن المشتغل بالتفسير تحمل أمانة من الأمانات، فإن أحسن أداءها كان من أخص ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أفادنا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء في القرآن الكريم. لم يأمره بالاستزادة من شيء، لم يأمره بالاستزادة من المال ولا من متاع الدنيا ولا الاستزادة من البنين ولا من العمران ولا من ما من شأنه متاع الحياة الدنيا مما تستلذه النفوس وتطمع فيه وتتعلق به قال إلا من العلم. وأعظم العلم إذن علم القرآن وعلم معانيه وتفسيره وما يرتبط به. فلا بد أن نطبق إذن كما أطبق العلماء والعقلاء على أن علم القرآن والاشتغال بمعانيه وتفسيره أجل العلوم على الإطلاق، وما يصرف فيه من الأوقات والأعمار أفضلها وأبركها وأرجاها خيرا في العاجل والآجل للعبد. ومن الأقوال الواردة مقالة الإمام الكافياجي رحمه الله، فقال إن علم التفسير أشرف العلوم لأن موضوعه أساس علوم الإسلام ومدار الأحكام وحبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، ولأن غايته هي الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والوصول إلى السعادة الحقيقية التي تفنى، وهما أشرف الغايات وأداها نفعا، على أن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الكلمة نقلها الإمام السيوطي رحمة الله عليه عن الإمام الأصفهاني، وهي مشهورة في الإتقان، فذكر أن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، وشرح وجه ذلك وكيف تتشكل هذه الصناعة إلى أن قال فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. أما من جهة الموضوع يعني صناعة أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن، ولا بد أن تكون هذه الصناعة قد حازت الشرف من الجهات الثلاث، من جهة الموضوع ومن جهة الغرض ومن جهة شدة الحاجة إليها. قال أما من جهة الموضوع فلأن موضوعه كلام الله تعالى هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وأما من جهة الغرض فلأن الغرض هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. وأما من جهة شدة الحاجة إليه فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تبارك وتعالى. لعلي أتوقف عند هذا الحد، وأنا أذكركم أيها البررة الكرام بشرف الاشتغال بتفسير كتاب الله ومعاني الكتاب العزيز، خاصة في هذا الزمان الذي ضعفت فيه الهمم واشتغلت النفوس بما لا ينبغي. النقطة الثانية التي أريد أن أذكر بها الطلبة
ونحن نتناول سورة جليلة القدر كثيرة النفع غزيرة الفائدة، معانيها عظيمة وأحكامها ثابتة، بها قوام المجتمعات الإسلامية. لماذا العلماء أو لماذا جعلت هذه السور على النحو الذي ترون في المصحف الكريم أو في المصحف الشريف سورة سورة؟ أو لماذا كتب كلام الله أو هذا القرآن على هذا النحو من التسوير؟ سورة الفاتحة، فسورة البقرة، فسورة آل عمران، فسورة النساء، فسورة المائدة، فسورة الأنعام، فسورة الأعراف، وهكذا إلى آخر المصحف الشريف. ذكر العلماء بعض الفوائد فقالوا: التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدارسته وحفظه، وقد قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وطبعا من ضروب التيسير أن يجعل القرآن الكريم موزعا على هذه السور حتى ترغب النفوس في طلب ما في هذه السور من العلوم والمعاني والأحكام والهدايات. وثانيا الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام، فإن القرآن الكريم محاوره كثيرة، فإن فيه محور الاعتقاد، ومحور القصص القرآني، ومحور الأخلاق، ومحور القصص إلى غير ذلك. فإن علمك بهذه المحاور يسهل عليك الوصول إلى المعاني التي تريدها، وهذا سبب من أسباب شحذ الهمم للتعلق بعلوم الكتاب العزيز وطلب ما فيها. ولأن في كل سورة موضوعا بارزا تتحدث عنه هذه السورة. أما السور الطوال فقد دارت أو اشتملت على كثير من الموضوعات، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون طبيعة هذه السور لحكمة بالغة. ومن الفوائد كذلك الإشارة إلى أن طول السور ليس شرطا في إعجازها، بل هي معجزة ولو كانت قصيرة. صح يا إخوان؟ فقد أعجز الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثل هذا الحديث، أن يأتوا بسورة من مثله، والإعجاز وقع بأقصر سورة. هذا على سبيل الإشارة وعلى جناح السرعة. عفوا لعلي أخذت من الوقت شيئا، وأسأل الله أن يبارك فيما بقي. الشيخ إسلام أرجو أن تنبهنا إلى الوقت إن شاء الله. نشرع إن شاء الله في الغرض الذي من أجله اجتمعنا، وهو مقدمات سورة الأحزاب. سيكون الحديث بإذن الله في هذه المقدمات مقصورا على جملة منها، وهو ما يسميه العلماء والدارسون والباحثون بالإطار العلمي والمنهجي المعهود لديهم في التقديم لسور القرآن الكريم والتعريف بها. وهي في الغالب الأعم تدور على نحو 10 مقدمات أو نقاط. الأولى التعريف باسم السورة التوقيفي وأسمائها الاجتهادية إن وجدت. ثانيا الكلام عن مكيها ومدنيها. أهذه السورة من المكي الذي نزل قبل الهجرة النبوية أم من المدني الذي نزل بعد الهجرة النبوية، أم أنها من المكي الذي اشتمل على بعض المدني، أو أنها من المدني الذي اشتمل على المكي؟ وكل ذلك يستدعي نظرا وتحقيقا. النقطة الثالثة ذكر ترتيبها المصحفي والنزولي إن تيسر ذلك، أعني إن تيسر التعرف على ترتيب هذه السورة في النزول. النقطة الرابعة أو المقدمة الرابعة ذكر عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها. النقطة الخامسة التعريف بفضل السورة إن صح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
النقطة السادسة أو المقدمة السادسة: الكلام عن نزول السورة أسبابا ومكانا وتاريخا. الكلام عن أسباب هذه السورة، هل لها أسباب؟ هل صحت في نزولها أسباب أم لا؟ هل نزلت هذه السورة جملة واحدة أم لا؟ هل هذه السورة نزلت في مكة أو في المدينة أو في مواضع أخرى؟ وإن استطعنا أن نتعرف على تاريخ النزول مما يسعفنا على معرفة ملابسات السورة وبعض الأحداث والوقائع المجاورة لنزول هذه السورة، فذلك خير كثير ونفع وفير لدارس السورة القرآنية. النقطة السابعة أو المقدمة السابعة: الكلام في باب النسخ في السورة أو في ما يتعلق بالنسخ في السورة. أفيها ناسخ ومنسوخ؟ أرفع منها شيء أم لم يرفع؟ إلى غير ذلك مما لا يخفى على شريف علمكم. النقطة الثامنة أو المقدمة الثامنة: التعريف بموضوعات السورة أو ما يسميه بعض العلماء والمفسرين المحدثين بمشتملات السورة، وقد تكون أغراضا كما يسميها الإمام محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. والنقطة التاسعة هي التركيز على استجلاء محور السورة العام الذي يرتبط عادة بموضوعات السورة، وكذلك يرتبط ويتصل باسمها التوقيفي أكثر. والنقطة العاشرة أو المقدمة العاشرة: الكلام في مناسبات السورة بأنواعها التي تعرفون، المناسبات الداخلية والمناسبات الخارجية. ونعني بالمناسبات الداخلية المناسبات بين مطلع السورة ومقطعها، فاتحتها وخاتمتها، وبين ما يتعلق بأوجه الارتباط والتناسب بين الآيات فيما بينها داخل السورة. وإن كنا نحن في هذه المقدمة لن نتطرق إلى هذا النوع، أعني المناسبات بين الآيات فيما بينها، ولعلكم تأخذون هذا في المحاضرات القادمة إن شاء الله عند الشروع في تفسير السورة وتلقي علوم السورة والآيات فيها. ولكن سنركز أكثر على المناسبة وأوجه الارتباط بين مطلع السورة ومقطعها، بين فاتحتها وخاتمتها. وأما المناسبات الخارجية فنعني بها مناسبة سورة الأحزاب للسورة التي سبقتها وهي سورة السجدة المباركة، ومناسبة سورة الأحزاب بالسورة التي تليها وهي سورة سبأ المكيتين المباركتين. وأرى أنه يمكن، والعلم عند رب العزة والجلال، يمكن أن نزيد بحسب طبيعة السورة وموضوعاتها ومشتملاتها وخصائصها أو خصوصياتها بعض العناصر الأخرى التي تفيد، وهي بمثابة التتمات، مثل ما يمكن أن نعقد مقدمة أخرى في خصوصيات هذه السورة فنستجلي ما اختصت به هذه السورة وتميزت به أكثر وبصورة أظهر عن غيرها من السور المدنية مثلها أو المكية التي نزلت قبلها. ولعلي أنبه إلى شيء من باب التتمة، أن هذه العناصر لم تكن ظاهرة في كتب التفسير القديمة. لم تكن هذه العناصر التي ذكرتها والتي سميناها مقدمات يمكن أن نتعرف من خلالها وطرقها على السورة، ويمكن أن نجعلها مهادا لطلب معاني السورة واستنباط معانيها واستجلاء هدايتها وأحكامها وعرضها إلى غير ذلك. هذه العناصر لم تكن تعرض في كتب التفسير المتقدمة بهذا الشكل الذي صار معروفا عند جمهرة معتبرة من المفسرين المحدثين والمعاصرين، غير أن أكثرها كانت مادته والمعلومات المتصلة به موجودة، كحديث المفسرين قديما في مطلع السورة قبل أن يشرعوا في
في تفسير معاني الآية كحديثهم عن مكي السورة ومدنيها وترتيب هذه السورة، وقبل أن يذكروا فضلها وربما ذكروا ترتيبها وربما ذكروا شيئا مما يفيد في كلماتها وحروفها، لكن أن يذكروا هذه العناصر هكذا على هذا الشكل الذي نراه وبهذه الصورة التي نراها أكثر ظهورا وشيوعا في التفاسير الحديثة والمعاصرة، فالأمر ليس كذلك. وما وجدناه من العناصر عند الأولين ربما كان مهادا لأولئك الذين ذكرنا عنايتهم بهذه العناصر، كما نجده في تلك الكتب التفسيرية التي تلمس منها الصبغة التحليلية، كما نذكره اليوم في الدراسات التفسيرية الحديثة كتفسير الشيخ وهب الزحيلي وتفسير الشيخ المراغي وتفسير الشيخ أبي بكر جابر الجزائري، وما نجده في موسوعات التفسير كالتفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. نجد بعض هذه العناصر الذي ألفه جماعة من العلماء والباحثين المتخصصين بإشراف الشيخ الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم وغيرها من المحاولات التي نجدها جماعية كانت أو فردية. ولعلي أشير أو أمثل بمفسر واحد أذكره على سبيل التمثيل إلى الحصر، الإمام الكبير والفقيه المالكي الشهير الإمام المقرئ المفسر أبو القاسم ابن جزي الكلبي في تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل صدر تفسيره هذا المبارك بمقدمتين اثنتين. سمى المقدمة الأولى أو جعلها في 12 بابا، وجعل المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات، وذكر في الباب الرابع أو الخامس إن لم تخن الذاكرة ما يتعلق بالمكي والمدني، مكي سور القرآن الكريم ومدنيها. وتجدون كذلك بعض هذه المعلومات في كتب الوقف والابتداء، وهم يعرفون بهذه السور وهم يربطون بعض المعاني الناتجة عن اختلاف وقوف القرآن الكريم بالعد وباختلافهم في مكي بعض الآيات القرآنية أو مدنيها. أرجو أن ترجعوا إلى هذا التفسير وتتصوروا جيدا هذه القضايا إن شاء الله، وتطلعوا على تفسير الإمام ابن جرير ومن جاء بعده وتفسير الإمام الثعلبي، وتنظروا في مقدماتهم أو في ما يصدرون به الكلام عن معاني كل سورة، وهكذا البغوي وهكذا الإمام الحافظ ابن كثير وغيرهم على تفاوت فيما بينهم. كم بقي من الوقت يا شيخ إسلام؟ ساعة؟ جميل. العنصر الأول أو المقدمة الأولى أسماء سورة الأحزاب. العلماء رحمة الله عليهم والمفسرون قاطبة يذكرون أن هذه السورة تسمى بسورة الأحزاب، ويذكر بعض المفسرين بأن هذا هو الاسم الوحيد الذي تعرف به السورة، ويذكرون أنه هو الاسم الذي ورد عند جماهير المفسرين، كما يذكره الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه يقول: هكذا سميت سورة الأحزاب في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب قال بأسانيد مقبولة. يقول: ولا يعرف لها اسم غيره. لكن لو نظرنا في بعض التفاسير الأخرى لوجدنا ذكرهم لاسم آخر، وهو لا شك اسم اجتهادي. قالوا تسمى كذلك بسورة الفاضحة، لأنها افتضحت أو فضحت المنافقين وفضحت خيانتهم وكذبهم وغدر اليهود كذلك الذين تحزبوا مع المنافقين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومحاصرته
والقضاء عليه وعلى صحابته الكرام والإسلام. وذكر هذا الاسم الإمام وهب الزحيلي وبعض المفسرين كذلك. الإمام ابن عاشور أو الذين قالوا بأنها تسمى بسورة الأحزاب قالوا وجه التسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. ولفظ الأحزاب قد ورد 3 مرات في ثنايا توصيف أحداث غزوة الأحزاب أو الخندق. قوله تبارك وتعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. الآية 20 في الآية 20 ذكر هذا اللفظ مرتين، وفي الآية 22 ذكر مرة واحدة، وهي قوله تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لعلكم تلاحظون ارتباط اسم السورة التوقيفي بذكر هذا الاسم في ثنايا هذه السورة. وليس غريبا ذلك، فقد ذكر العلماء بأن اسم السورة عادة يكون مترجما لمقصودها، وهذه كلمة جميلة لإمام كبير من أئمة القرآن والتفسير، وهو الإمام أبو الفضل المشدال الزواوي رحمة الله عليه. وقد نقل عنه هذه الكلمة الإمام البقاعي في مقدمة كتابه العظيم نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لما تكلم عن الأمر الكلي الذي به تعرف هذه العلاقات بين الآيات فيما بينها داخل السورة، أو هذه العلاقات والروابط التي تعرف بين السور القرآنية. أما تسميتها بسورة الفاضحة فقد قدمنا أنها فضحت المنافقين، ولهذا ورد الحديث عن المنافقين كثيرا صريحا أو إشارة، منطوقا بهم أو مشارا إليهم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مطلع السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية 24 ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وهذا تكريم للصادقين، تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال في الآية 61 لئن لم ينتهي المنافقون، انظروا إلى هذا الوعيد الشديد والتحذير، والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وما دام اسم السورة كما سبق مترجما عن مقصودها أيها الطلبة الكرام، فلا بد أن يكون هذان الاسمان مرتبطان ارتباطا وثيقا بموضوعات السورة التي سنتحدث عنها بعد قليل، أو بمحورها الرئيس أو بموضوعها الرئيس. ومن باب تعجيل الفائدة أقول إن النظر في موضوعات هذه السورة وفحص مشتملاتها في ضوء ما ذكره العلماء واستنبطوه والمفسرون وذكروه يمكن أن تسمى هذه السورة كذلك، نظرا في موضوعاتها ومحورها الكبير
يمكن أن تسمى بسورة النبوة وتكريم المؤمنين، وسيأتي هذا فيما بعد إن شاء الله لما ورد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا. فقد نودي عليه الصلاة والسلام 5 مرات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 15 مرة، وذكر باسم النبي ونودي بوصف النبوة، وكذلك نودي وذكر باسم الرسالة، وذكر باسم محمد، وذكر بأنه مبشر ونذير وداع إلى الله بإذنه وسراج منير. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. استفدت هذا من شيخنا الشيخ محمد ابن صافي المستغانم في دروسه المباركة. وقبل أن نغادر هذا أيها الطلبة، ولعلكم استوعبتم أن أسماء السور على قسمين: من جهة توقيفيتها وعدم ذلك، فهي إما أن تكون توقيفية وإما أن تكون اجتهادية، والتركيز لا بد أن يكون على الأسماء التوقيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد في المصاحف الشريفة التي هي بأيدي المسلمين اليوم. ونظر آخر في أقسام هذه الأسماء: سنجد هذه الأسماء إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون أفعالا، وإما أن تكون حروفا، وهذه فائدة لا ينبغي لطالب العلم أن يستهين بها. فقد وقعت أسماء بعض السور أسماء كالأحزاب، وهو جمع حزب، والمراد بها أحزاب المشركين والمنافقين ويهود بن قريظة وغيرهم. ومنها كذلك ما يقع فعلا كسورة عبس، الفعل المبني للفاعل، وقد يكون الفعل واردا أو مبنيا للمفعول كسورة فصلت. وقد تكون السورة كذلك حرفا من حروف الكلام العربي كسورة صاد، صح؟ وسورة قاف، صحيح هذا يا أبنائي؟ نعم. وإذا ما نظرنا نظرا آخر وجدنا الصور إما أن تجتمع وإما أن تنفرد بالأسماء. فإن انفردت وهو الغالب فلا إشكال، وإن اجتمعت فلا بد أن تجتمع بلقب، كالزهراوين مثلا سورة البقرة وسورة آل عمران، والمعوذتين الفلق والناس. أقول هذا للإفادة بأن أسماء السور دارت بين أنواع الكلام العربي، والكلام العربي اسم وفعل وحرف. قبل أن نقول إن آيات هذه السور قد جمعت الكلام العربي وحروف العربية، وفي ذلك أسرار ودقائق، وبعضها أظهر من بعض أو بعضها أخفى من بعض وأدق من بعض. قبل هذا نقول إن أسماء السور كذلك قد شملت الكلام أو أنواع الكلام العربي. تمام. كذلك يذكرون السور التي هي بمثابة أسر، السور الأسر كالحواميم والطواسيم والمسبحات إلى غير ذلك. بعد هذا العنصر، وهو العنصر الأول أو
المقدمة الأولى. ننتقل إلى الثانية. هل هذه السورة مكية أم مدنية؟ لا بد أن يتساءل طالب العلم، ولا بد أن يميز بين كون هذه السورة مدنية أو مكية. أقول إن سورة الأحزاب قد أطبق العلماء على مدنيتها، على كونها مدنية. نزلت بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكروا أنها وكذلك نزلت في المدينة النبوية المشرفة، ونقلوا على ذلك الإجماع. نقله الإمام الطبري رحمة الله عليه، والإمام ابن عطية، والإمام ابن الجوزي، والإمام القرطبي، والحافظ ابن كثير، والإمام ابن عاشور وآخرون. بل ذكر بعض المفسرين وأكد أنها مدنية كلها كالإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه. هذا يفيد أن الآيات عند التحقيق، آيات السورة عند التحقيق كلها هي من قبيل القرآن المدني، لأن بعض المفسرين وقولهم ضعيف ذكروا أن آية أو آيتين هي من قبيل المكي الذي ورد أو الذي تضمنته هذه السورة المدنية. والأصل في هذا إن وجدنا نقلا أن السورة مدنية أو مكية، فالأصل في المدنية أن تكون مدنية كلها، إلا إذا ورد دليل صحيح صريح على أن آية مكية قد وردت فيها، أو أن هذه الآية مكية منها، وذلك لحكمة وغرض عظيم. والأصل في السور المكية أنها مكية كلها، ولا يقال بأن فيها آية مدنية أو آيات مدنية إلا إذا ثبت الدليل الصريح في ذلك. ننتقل إلى المقدمة الثالثة أو العنصر الثالث، وهو فضل هذه السورة. أيها الطلبة الأعزاء، القرآن الكريم له فضل. من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا فضل عام يشمل آيات القرآن الكريم كلها. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل وجعله مهيمنا على الكتب السابقة، أمينا عليها، اشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السابقة من الحق المبين، وأكد ما ورد في تلك الكتب من الحق المنزل المبين، ولكن الهيمنة له. قال تعالى: ومهيمنا عليه، مهيمنا على الكتاب السابق النازل أو على الكتب السابقة المنزلة. إذا أردنا أن نبحث عن فضل السورة فلا بد أن نتشبث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح من الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه السورة لم يرد فيها شيء صحيح في اختصاصها بفضل وارد واضح يا طلبة، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. قال صلى الله عليه وسلم: وفضلت بالمفصل. وللعلماء قولان: المفصل من قاف إلى الناس، ومنهم من قال إلى الحجرات، من الحجرات إلى الناس، وهو القول المشهور، وإن كان للقول الأول أيضا اعتبار كبير. لما هذا الحديث قلت أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان. البيهقي قال عقبه: والأشبه أن يكون المراد بالسبع في هذا الحديث السبع الطوال، والمئين كل سورة أو كل سورة بلغت 100 آية فصاعدا، والمثاني كل سورة دون 200
وفوق المفصل. قالوا وسمي المفصل مفصلا لكثرة الفواصل فيه أو الفصل فيه بالبسملة. وفيه وقد صنف بعض العلماء واختصوه بالتأليف في تفسير ما اختص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القدر الذي سمي بالمفصل. أما ما أورده الإمام الثعلبي رحمة الله عليه في تفسيره الكشف والبيان، وتبعه على ذلك جماعة من المفسرين كالواحدي والزمخشري والإمام البيضاوي، من ذكر حديث مشهور ينسب لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أنه وهو الحديث الطويل في فضائل سور القرآن كلها سورة سورة، وقد جزأه الثعلبي وكذلك الواحدي وكذلك البيضاوي وغيره، وإن كان الثعلبي يذكره في أو قبل الشروع في السورة، والزمخشري يذكره في آخر معاني السورة. هذا الحديث هو المشهور عند العلماء بالحديث الموضوع المكذوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أهل العلم أجمعوا على أنه موضوع. وقد ورد فيه جزء في فضل سورة الأحزاب، وهو المنسوب لأبي بن كعب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر. قلت هذا الجزء لابد أن يكون موضوعا، ولهذا وجدنا كلمة جميلة للإمام الكبير المفسر والمحدث الشهير عبد الرحمن بن الجوزي يقول: لم أعجب من الثعلبي والواحدي إذ روياه في التفسير، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود، يعني صاحب كتاب فضائل القرآن، قال: كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه حديث محال. وربما تذكرون أنني ذكرت هذا الحديث وعزوته مرات للإمام أو لكتاب فضائل القرآن للإمام المستغفري وغيره من العلماء. اتضح هذا العنصر أيها الطلبة؟ وهل تبين طريق العمل في هاتين المقدمتين؟ جميل. بعد إذنكم أو في هذه المقدمات الثلاث، المقدمة الرابعة ترتيب السورة المصحف والنزول وعدد آياتها وكلماتها وحروفها. قد يقول قائل: لماذا البحث في ترتيب السورة المصحف؟ ولماذا البحث في ترتيب السورة النزول؟ ولماذا البحث في عدد كلمات السورة وفي عدد حروفها إلى غير ذلك؟ أقول: أما البحث في ترتيب السورة المصحف فلنعلم ما استقرت عليه الأمة من ترتيب هذه السور الكريمة وأجمعت عليه. وقد أراد الله عز وجل لهذا المصحف أن تجتمع عليه أمة محمد بهذا الترتيب، واضح يا طلبة؟ مع ما يترتب من بعض الأحكام مما مظنته كتب الفقه أو الفروع. وثمة فائدة أخرى تتعلق بمعرفة المناسبات بين السور القرآنية، وقد صنفت في هذا مؤلفات من أبدعها وأروعها وأفيدها وأنفعها كتاب الإمام أبي جعفر ابن الزبير الغرناطي شيخ الإمام أبي حيان صاحب البحر المحيط، وهو المشهور بالبرهان في ترتيب سور القرآن، وطبع باسم تناسب القرآن، البرهان في تناسب سور القرآن الكريم. وقصد فيه استجلاء أوجه ارتباط الصور
فيما بينها. ولا شك أن العمل اجتهادي، وينبني على القول على أن السور على هذا النحو من الترتيب رتبت ترتيبا توقيفيا أو ترتيبا اجتهاديا. وأما البحث في الترتيب النزولي، يعني أن تعلم مثلا أن هذه السورة ترتيبها في النزول 90، هذا يفيدك في أن كثيرا من السور القرآنية المكية والمدنية قد سبقتها في النزول. فإذا ما أردنا أن نتكلم عن قضايا النسخ مثلا، علمنا أن الذي نسخ لابد أن يكون متقدما في النزول. الفائدة الثانية أيها الطلبة، وإن كان البحث في هذا الباب عسير واشتط فيه كثير من الناس، وربما دخلت إلى واحة التفسير كثير من الشبهات وطعن في القرآن الكريم، كما يفعل كثير من الحداثيين تبعا للمستشرقين الذين زعموا ترتيب القرآن الكريم في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على غير هذا الترتيب الذي اجتمعت عليه أمتنا اليوم ونقله الأئمة والعلماء. أقول يفيد هذا عند المفسرين الصادقين، يفيد هذا عند الذين انضبطوا في التعامل في هذا الباب بضوابط دقيقة، يفيد في معرفة ملابسات النزول كما يسميها بعض العلماء. الملابسات يعني الأحداث التي وقعت قريبا من نزول هذه السورة أو قبل نزول هذه السورة بقليل، أو الأحداث التي وقعت ولم تكن أسبابا للنزول. أنا لا أتكلم عن أسباب النزول، فرق بين أسباب النزول التي هي وقائع وأحداث وإشكالات وسؤالات تنزل إثرها آيات قرآنية، ونشترط في هذا أمران: صحة الرواية وكون العبارة صريحة. واضح يا إخوان؟ أو صيغة الورود لابد أن تكون صريحة. وأما ما يتعلق بالملابسات فهذا شيء آخر، وسماه بعض العلماء كذلك بمناسبات النزول، أي عند نزول هذه السورة ناسب وتناسق ذلك مع حدوث بعض الأحداث والوقائع إلى غير ذلك. وأما البحث في عدد آيات السورة فإن فائدته تعود إلى معرفة أن هذه الأمة قد اجتهدت في حفظ هذا القرآن الكريم في السطور كما حفظته في الصدور، وأن الله الذي وعد بحفظ هذا القرآن قد حفظه وقد أنزله إلى السماء الدنيا، وحفظه وقد أنزله على ما يربو 20 سنة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حفظه أثناء تنزيله في السماء، وحفظه فلم يسه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع منه حرف، لأن الله وعد بحفظ هذا الكتاب العزيز وأوكل مهمة حفظه إليه سبحانه جل وعلا. وحفظه ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يبلغه أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وحفظه الله سبحانه وتعالى بأن قيض له حفظة إلى يومنا هذا. فما قبض النبي عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور، وإن كان متفرقا حتى اجتمعت الأمة على المصحف الإمام كما هو مشهور. ولهذا الباب ارتباط بمسألة، وهو جحد بعض حروف القرآن والكفر بها. فقد نقل الإمام النووي أن من كفر بحرف واحد من القرآن الكريم فقد كفر، بحرف واحد من القرآن الكريم فقد كفر، يعني أراد أن هذا ليس من كلام الله، وأن هذا
ليس قرآنا وقد ثبت إلينا أو وصل إلينا بالتواتر فإنه يكفر. فرأيتم تعلق هذه المسألة بمسألة الإيمان بالقرآن الكريم، حروفه وألفاظه، تمام. أما البحث في عدد حروف نعم أما عدد حروف هذه السورة وعدد كلماتها فقد ذكر الإمام الثعلبي أنها 5796 حرفا و1280 كلمة. نعم، قد تجدون في عد العلماء لهذه الحروف والكلمات بعض الاختلاف اليسير، وهذا لا يعارض ما ذكرته آنفا، هذا تبعا لاختلاف القراءات القرآنية. واضح يا إخوان؟ وليس ذلك في النظر عسيرا عند أهل التخصص والعلم بعلوم الكتاب العزيز. ننتقل بعد إذنكم المبارك إلى المقدمة الخامسة أو العنصر الخامس، وهو تاريخ نزول هذه السورة. قد لا يتأتى الحديث أو عقد هذا العنصر مع كل السور، لكن وجدنا شيئا يفيد مع سورة الأحزاب. يقول الإمام ابن عاشور، وذكر هذا غيره من المفسرين ممن سبقوه، غير أنني نقلت عبارته لما اتسم به أو عرف به من الاطلاع والنظر النقدي في كثير من القضايا، وربما في هذه المقالة يخالف قليلا. قال: وكان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة 5 من الهجرة، وهو الذي جرى عليه ابن رشد في البيان والتحصيل. انظروا إلى من عزاه. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنها كانت سنة 4، وهي سنة غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشهم وكنانة وغطفان، وكانوا 10,000 وكان المسلمون 3,000، وعقبتها غزوة قريظة والنضير. وبعض المفسرين يذكر أن الغزوة كانت تقريبا في السنة 5، فلعلهم أرادوا أواخر السنة 4 وبدايات السنة 5، أو نظروا إلى غزوة الأحزاب أولا، ثم ما يتعلق ببني النضير بعد ذلك الذين خانوا العهد. ومرجع هذا كتب السيرة وتناولات المفسرين لمثل هذه الآيات الكريمات. بعد هذه المقدمة، كم بقي من الوقت يا شيخ إسلام؟ لا بد أن نقف يعني عند الله، أو نتجاوز قليلا، أنهم يحتاجون القاعة، حتى أختصر، يعني لا يزال الحديث طويلا حقا، يعني لا بأس. المقدمة السادسة أو النقطة السادسة: أسباب نزول السورة. أولا، هذه السورة لم تنزل جملة واحدة. الدليل أن آياتها وكثيرا من مقاطعها لها أسباب نزول ولها مناسبات نزول، صحيح أم لا؟ تمام. وليس في القرآن شيء كثير مما نزل جملة واحدة إلا ما يذكر في سورة الأنعام، وفي الرواية في ذلك شيء من المقال. على كل حال، وردت مرويات كثيرة في أسباب نزولها على اختلاف بينها صحة وضعفا وتفاوت عباراتها وصيغها، ورأيتها مجموعة عند بعض الدارسين، وبلغ الصحيح منها، يعني مما كان من أسباب النزول لبعض الآيات، أو كان محمولا على أنه من قبيل التفسير، بلغ نحو 20 موضعا صحيحا أو حسنا إن شاء الله تبارك وتعالى. من ذلك مما سيأتي إن شاء الله. ولهذا أنا قسمت الحديث عن أسباب النزول إلى قسمين، أحاول أن أسرع قليلا. يعني بعض الأسباب العامة التي ذكرت في نزول السورة أو مطلعها،
ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أهل مكة ومنهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم، وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه، فنزلت الآيات. قال فنزلت الآيات. هذه رواية مشهورة ذكرها كثير من المفسرين. نعم، ربما بعضهم ذكرها معلقة، وبعضهم أشار إلى ضعف أسانيدها كبعض المحققين والمخرجين لآثار الإمام الطبري رحمة الله عليه، إلا أنها في الجملة وما دلت عليها معاني السورة الكلية وأحداث غزوة الخندق وممارسات وتصرفات وسلوكات اليهود والمنافقين يعطي اعتبارا للمعاني التي ذكرت في هذه الرواية. ومن ذلك ما ذكره الواحدي قال نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن جهل وأبي الأعور عمرو بن سفيان السلمي، قدموا المدينة بعد قتال أحد، فنزلوا على عبد الله بن أبي وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناه، وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهم يحرجون عليه ويؤذونه ائذن لنا يا رسول الله. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم، فقال إني قد أعطيتهم الأمانة. فقال عمر اخرجوا في لعنة الله وغضبه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يخرجهم من المدينة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ربما كان هذا خاصا بآية من الآيات وليس خاصا بمطلعها بصفة عامة أو بها جميعا. قلت كذلك وردت بعض الأسباب الخاصة بآيات ومقاطع، منها ما أخرجه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال وهي سابقة لغزوة الخندق، وقد يعترض علينا فيما ذكرناه في الرواية السابقة عند الواحد وله جواب إن شاء الله. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 89 ضربة بالسيف أو طعنا برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه أمارة وقرينة على أن هذا ليس سببا صريحا في نزول هذا المقطع من الآيات، وإنما هو محمول على التفسير كما قال كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية. مما ذكر يعني يرد هذا كما يرد كذلك في غزوة أحد، وهذه قرينة تجعلنا نحمل هذا على أنه من قبيل التفسير وليس سببا صريحا في الصيغة والعبارة. ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، فذهبوا وانصرفوا مهزومين من غير قتال بينهم، وقد دام الحصار نحو شهر، وهي الغزوة التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من دون قتال.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام، ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. يعني الآية آية صلاة الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إن صبرتم علي أزيدكم سببا واحدا، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر، فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا. قال: حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. انظروا إلى التربية النبوية العظيمة، لعلمه أنها لا ترد ما يأمره بها أبوها أبو بكر. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، هذه الآية التي نزلت بعد شهر أو بعد 29 يوما. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. هذه تربية نبوية كما قلت طاهرة عظيمة، ملؤها الحكمة والعقل، وهو المؤيد بالوحي الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. على كل حال، أؤكد وأكرر أن مرويات أسباب النزول منها الصريح في عبارته الصحيح في إسناده، ومنها غير الصريح في عبارته الصحيح في إسناده. فما كان صحيحا من جهة الإسناد صريحا في العبارة والصيغة عد سببا للنزول عند كثير من العلماء والمفسرين، وما كان صحيحا من جهة الإسناد والرواية غير صريح في العبارة والصيغة حمل على أنه من قبيل التفسير. واضح يا إخوان؟ فلا تستغربوا ورود بعض الأحداث التي وقعت بعد هذه الغزوة في مرويات وردت في غزوة الخندق في السنة 5 أو أواخر السنة 4. بعد إذنكم المبارك أنتقل إلى النقطة 7، وهي غاية في الأهمية، أو المقدمة 7، وهي قضية النسخ في السورة.
الله عز وجل أنزل القرآن الكريم وقدر أن يثبت فيه ما شاء الله أن يثبت ويرفع منه ما شاء أن يرفع. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وفي قراءة ويثبت، وعنده أم الكتاب. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هذا واقع شرعا وجائز عقلا كما اتفق جماهير أهل العلم، وقد وقع في القرآن الكريم باتفاق العلماء. والذي نعنيه بالنسخ في هذه السورة ضربان من النسخ. الأول هو النسخ العام في السورة، والثاني النسخ الذي وقع في بعض الآيات من السورة. لعلي أبدأ بنسخ بعض الآيات في السورة على ما قيل في ذلك. فقد ورد عند بعض العلماء والمصنفين في باب الناسخ والمنسوخ، وتناقله المفسرون أو بعض المفسرين، أن في هذه السورة من المنسوخ آيتان، أولاهما قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. قالوا هذه منسوخة بآية السيف. واضح يا طلبة؟ هذه منسوخة بآية السيف. ولكن الإمام ابن الجوزي رحمه الله وجماعة من العلماء يردون هذا، فإن آية السيف محمولة على ما هي عليه من المعنى، وهذه محمولة على معناها، فلا نسخ فيها بالمعنى الاصطلاحي. واضح يا طلبة؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لا شك أنه أمر للمسلمين، لأنه تنبيه بالأعلى على الأدنى. وذكروا من الآيات كذلك آية أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، في الآية 52. قالوا نسخها الله تعالى بآية قبلها في النظم. إذن على هذا القول وقع الناسخ والمنسوخ في هذه السورة، وهي قوله تبارك وتعالى في الآية 50 قبلها بآيتين: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. والتحقيق يقضي بأن في الآية أو لا يوجد في الآية نسخ. وراجعوا كتاب النسخ عند الشيخ مصطفى أو مصطفى زيد، فإنه واحد من الكبار الذين حققوا في قضية أو في كثير من مواضع النسخ المنقولة أو المدعى. الأهم من هذا في هذه السورة ما يتعلق بالنسخ العام، ويراد به عند المفسرين ما ذكر من القرآن المرفوع لفظا وتلاوة في هذه السورة. فقد كانت هذه السورة فيما اشتهر من الروايات تعدل سورة البقرة أو تزيد عنها قليلا. إن كانت سورة البقرة عدد آياتها 86 و200، فيعني أن سورة الأحزاب كانت تعدلها أو تزيد عنها بقليل. ولكن الله عز وجل حتى صارت هذه السورة بهذا العد الذي وصلنا، وهي 73 آية في المصحف الشريف. قال الإمام ابن عاشور: ومما يجب التنبيه عليه مما يتعلق بهذه السورة ما رواه الحاكم والنسائي وغيرهما
عن زر بن حبيش قال لي أبي بن كعب: كأي تعدون سورة الأحزاب؟ قال: قلت 73 آية. قال: أقط؟ بهمزة استفهام دخلت على قط، أي حسب. فوالذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: فرفع فيما رفع، أي نسخ فيما نسخ من تلاوة آياتها. يعني هذا الموضع: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذا مما كان يتلى من سورة الأحزاب، لكن الله عز وجل رفعه لفظا وأبقاه حكما. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رجم. بعضهم يذكر آثارا وأخبارا كالإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه، وذكر كذلك الإمام الحافظ الطبري وابن كثير طرفا منها، والحق أن فيه بعض الإشكال، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الله تبارك وتعالى قد رفع هذه الآية التي أخبرنا بها أبي بن كعب، وقطعا رفع آيات كثيرة جدا هكذا بالقدر الذي ربما يساوي أو يفوق عدد آيات سورة الأحزاب اليوم. واضح يا طلبة التي نتلوها إلى اليوم. وقد يقول قائل: إن كان الله عز وجل ينزل من القرآن ما يصون به مصالح الناس، وما تقوم به مصالحهم، وما تبنى به مجتمعاتهم، وما تقاد به الأمة، وما يعود عليهم بالنفع في العاجل والآجل، فكيف يرفع الله عز وجل آيات من القرآن الكريم؟ نقول: لا شك أن الذي أبقاه الله قطعا في هذه السورة إما أنه بمعانيه كلها يكفي فيما أراده الله عز وجل من المعاني والتشريع، واضح، وإما أن بعض تلك المعاني والأحكام قد تضمنتها آيات أخر في سور أخرى من القرآن الكريم، هذا قطعا. وقد قال الله جل في علاه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد أبقى الله عز وجل نوعين من الآيات التي رفعها: إما أن يبقي آيات خير من التي رفعت، وإما أن يبقي آيات كالتي رفعت في خيرها ونفعها وقيامها ببيان الأحكام والشرائع وغيرها. واضح يا طلبة؟ والنظر في هذا الباب يحتاج إلى علم، ويستدعي عقلا وافرا وصدقا عظيما واستجماعا لأقوال الأئمة. فانظروا في كتب التفسير الموثوقة وتأملوا في نصوص العلماء الكبار، ولا تغتروا بما تثيره آراء الحداثيين ومواقف المستشرقين وحتى بعض الملاحدة الذين اغترف واستقى منهم بعض الضعفاء من أبناء هذه الأمة. نسأل الله العفو والعافية. الحديث يطول والله أيها الأبناء، أيها الطلبة الكرام، لكن الشيخ إسلام ينظر إلي وأنا استحيت منكم وتحرجت منه ومن سيف الوقت، فأرجو أن تتسع الصدور قليلا. ما رأيكم؟ نأتي إلى هذا مهم جدا، المقدمة الثامنة، وهي مشتملات السورة، لا بد أن نختمها، أو موضوعات السورة.
لعلي أختصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الطلبة، الحديث عن موضوعات السورة يحتاج إلى تأمل مقاطعها، يحتاج إلى تأمل مطلعها ومقطعها، يحتاج إلى النظر كيف ينتقل في الحديث من موضوع إلى آخر. واضح يا طلبة؟ وقد ذكر الإمام ابن عاشور جملة من أغراض هذه السورة، وهي موضوعات في الحقيقة ومشتملات كما يسميها الشيخ وهب الزحيلي. قال: لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولها، وأكثرها نزل للرد على المنافقين أقوالا قصدوا بها أذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأهم أغراضها الرد عليهم قولهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة، فقالوا تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى إبطال التبني. وهذا من الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة. قال: وأن الحق في أحكام الله لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال: وأن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أقوى ولاية، ولأزواجه حرمة الأمهات لهم، وتلك ولاية من جعل الله، فهي أقوى ولاية من جعل الله سبحانه وتعالى، فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام. وهذا تكريم للمؤمنين كذلك أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا المقام معهم. صح، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولعله يشبه من وجه قول الله جل وعلا في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا يناسب ويتسق مع ولايته صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء. وإن كن أمهات المؤمنين أو أزواجه إن كن أمهات المؤمنين، فبطريق الخلاف كما يذكر الإمام الشنقيطي وبعض المفسرين يكون أبا صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين، وهذا كذلك تكريم لأهل الإيمان. رابعا قال: تحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم، لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وهذا تكريم آخر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جمع بينه في الذكر، بل قدمه في الذكر مع أولي العزم من الرسل. رابعا أو خامسا قال: والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعة الأحزاب ودفع كيد المنافقين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود لم تروها فأرسلنا عليكم عفوا فأنزلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهذا من نعمة الله عز وجل على أهل الإيمان، وتكريم لأهل الإيمان في انتصارهم على هؤلاء، بأن أرسل لهؤلاء المنافقين واليهود ريحا عاتية في ليلة شاتية باردة. وفي السادسة ذكر الثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين، ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظاهروا الأحزاب، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوها. والسابعة قال: انتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فضلهن وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات.
ثامنا وتشريع في عدة المطلقة قبل البناء وما يسوغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزواج. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. وقال بعد ذلك وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسة المؤمنين إذا خرجنا. يا أيها النبي قل لأزواجك يدنين عليهن من جلابيبهن. وعاشرا وأخيرا قال وتهديد المنافقين على الإرجاف لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة بهم قال بالأخبار الكاذبة. وختمت السورة بلا شك بالتنويه بالشرائع الإلهية، فكان ختامها قال ابن عاشور كان ختامها من رد العجز على الصدر لقوله في تبارك وتعالى في أول السورة واتبع ما يوحى إليك من ربك. قال وتخلل ذلك مستطردات بعد أن أمره باتباع ما أوحاه الله عز وجل إليه من الأمر بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة وفي قراءة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر بهذه الأسوة بعدما حرم التبني وبعدما أبطل خرافة أن لرجل قلبين على اختلاف في تفسير هذه من هو ذو قلبين عند المفسرين، فمنهم من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود، ومنهم من ذكر أن رجلا كان يلقب أو يدعى ذا قلبين، ومنهم من حملها على معنى يشمل هذا وذاك. وبعد أن تكلم عن بعض أحكام الجهاد في الغزوة وبعد أن أخذ الميثاق من المؤمنين ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أولي العزم جميعا وبعد أن افتضح هؤلاء كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واصل وقال وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال شكرا له على هديه وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله في الملأ الأعلى والأمر بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كمل وسلموا تسليما. ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين هذا في ختام السورة. والتحذير من التورط في ذكر ذلك أو في ذلك كي لا يقع فيما وقع فيه الذين آذوا موسى يعني بني إسرائيل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكما نبه الله عز وجل وحذر من إذاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بإذاية بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. ولعلكم تستحضرون ما ذكرناه من إذاية المشركين والمنافقين واليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ومقترحاتهم ومفترياتهم فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى آخر الآية. وقد كرم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذا مبطن ومضمن تحذير المنافقين واليهود الذين استمروا طويلا في إذاية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان هذا من قبيل التكريم لأولياء الله لأهل الإيمان أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وناداهم بأشرف الأوصاف إليهم وأمرهم أن يقولوا قولا سديدا فلا يقولوا قولا
قولا يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون قولا يعصون به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون قولا يخرجون به عما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. اصبروا علي أيها الأحباب، محور السورة هذا جميل وجليل ومهم للغاية. هكذا وإن تأخرت يعني سأعتذر أمامكم أمام الجهات. من المهمات هذه المقدمة التاسعة محور السورة العام. محور السورة العام مهم جدا، أو موضوعها الأساس. يذكر جمهرة من العلماء على اختلاف عباراتهم أن محور هذه السورة، سأسرع يا شيخ يا مشايخ، قالوا إن هذه السورة تركز على عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وأهل بيته. واضح يا طلبة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة هو الموضوع الأساس، والمتدبر لسور القرآن لا بد أن يدرك أن موضوع كل سورة كما أسلفت من سور القرآن يتلمس مما يذكر في الآيات الأولى منها غالبا. فإذا قرأت الآيات الأولى من سورة الأحزاب تصل بإذن الله إلى أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام هي موضوع هذه السورة الرئيس والظاهر، وأن الجانب الاجتماعي من حياته صلى الله عليه وسلم هو الظاهر كذلك إلى جنب ذلك. هذا هو الموضوع الأساس، هو النبي صلى الله عليه وسلم وعناية الله سبحانه وتعالى به وحماية جنابه وأهل بيته. تأملوا بداية هذه السورة، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ونهي بعدما نودي عليه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والجدير أن الله سبحانه خاطب النبي بهذا الخطاب في هذه السورة 5 مرات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. في الآية الأخرى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. في الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة وتردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. والنداء الرابع: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى آخر الآية. والنداء الخامس والأخير: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. النداء الأول يذكر الإمام ابن عاشور قال: هذا لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو أمته. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. النداء الثاني يذكر ابن عاشور أنه لافتتاح غرض التنويه بمقام أزواجه واقترابه من مقامه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية. النداء الثالث يقول ابن عاشور: لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة أمته. يريد قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا الآية. والنداء الرابع قال ابن عاشور: في طالعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه. يريد قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. والنداء الخامس يقول ابن عاشور: في غرض تبليغه آداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ابن عاشور: فهذا النداء الأول، يريد النداء الأول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. قال: افتتح به الغرض الأصلي
لبقية الأغراض، وهو تحديد واجبات رسالته في تأدية مراد ربه تبارك وتعالى على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعماله. وهو نظير النداء الذي في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقد يرد نداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم بوصف النبوة كهذه المواضع، وبوصف الرسالة كآية المائدة التي ذكرتها آنفا. وقد ينادى بيا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وغالبا ما تتعلق أوامر أو تتصل أوامر أو نواهي بهذا النداء، وقد يجمع بينهما كهذا الموضع ولعله الوحيد في مطلع سورة الأحزاب. وهذا من خصوصيات النداء في هذه السورة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هنا أمرهن للرسول: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا يا إخوان، ولكن في حال الإخبار وفي سياق الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصفه بالنبوة ولا بالرسالة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. صح ولا لا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية الكريمة. ومما يدل على تكريم أهل الإيمان في هذه السورة العظيمة، ومنهم يعني كم بقي من الوقت؟ تزيدني انتهى، ممكن 5 دقائق إن شاء الله. تمام، 5 دقائق. انتبهوا يا أعزائي الكرام، كما أن الله عز وجل كرم نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بندائه 5 مرات، فإن كل نداء يدل على مشهد عظيم من مشاهد هذه السورة، واضح، ودلالة كلية من الدلالات التشريعية في هذه السورة. فكذلك فإن كل نداء للمؤمنين في هذه السورة يدل على مشهد من مشاهد العظيمة ومقام ودلالة كلية من كليات أو كلية من كليات التشريع. تأملوا معي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. تأملوا معي مشهدا آخر خاصا بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت الآيات التي وردت في الآيات التي نودي بها أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا، عفوا هذا سهو مني لأنني تعبت، عفوا يا شباب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم. أنا أتكلم عن نداءات أهل الإيمان في السورة، ربما انسقت قليلا إلى نداءات النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذا النداء الأول، وهذا المشهد الأول في نداءات الرحمن لأهل الإيمان في هذه السورة. الثاني: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن إلى طعام غير ناظرين إناه. والنداء الرابع: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والخامس: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والنداء الأخير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول: أما الحديث عن مناسبات السورة
فمطلع السورة قد افتتح فيما ذكر السيوطي بنداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. وقد ورد في ختام السورة واتقين الله لأزواجه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في آخر السورة أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. واضح يا طلبة؟ قال في مطلع السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ثم تحدث عن جزاء المنافقين في آخر السورة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فافتتحت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، واختتمت بأمر نسائه كذلك بالتقوى، وأمر المؤمنين جميعا بتقواه سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذاكر المناسبات الأخر الخارجية فيما يتعلق بمناسبة سورة الأحزاب بسورة السجدة التي سبقت سورة السجدة التي تشبهها في إثبات عقيدة التوحيد والتركيز على قضايا الإيمان والبعث والقيامة، صحيح. وفي التي تليها كذلك سورة سبأ، فإن الله سبحانه وتعالى الذي أراد لهذه السور أن تنتظم بهذا النظام البديع، وقد سمى التناسب والتناسق بين السور الإمام عبد الحميد الفراهي سماه بنظام القرآن الكريم. هذا الذي استطعت أن أقدمه، وقد كتبت وجمعت مادة متواضعة في الحقيقة، وأعلم أن الوقت لا يكفي لعرضها وإفادة الطلبة بها، وقد اجتهدت في الاختصار ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وربما فصلت في بعض القضايا حتى أقوي الجانب المنهجي لدى طلبتنا الكرام في طريقة تناول هذه المقدمات وعرض مادتها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما لا نعلم، وأن يجمع لنا بين العلم والفهم، وأن يرزقنا صدقا وإخلاصا وسدادا، وأن يحفظنا من كل سوء وبلاء. وأسأله أن يجعل هذه المادة المقدمة المتواضعة مفتاحا ومهادا لتلقي المعاني الأخرى التي ستأتي مع الأساتذة الفضلاء والمشايخ النبلاء في اللقاءات الأخرى، وإن كتب الله أن نجتمع مرة أخرى فله الحمد والثناء من قبل ومن بعد. وأعتذر إليكم أيها الطلبة لأنني اعتذرت كثيرا، لأنني أطلت كثيرا، ويعلم الله أنني حريص على إفادتكم وتسديد أنظاركم، فإن أطلت عليكم فأرجو أن تعذروني. أشكر مجددا الطلبة الكرام البررة القائمين على تنظيم هذا اللقاء، والإدارة، إدارة القسم وإدارة كلية أصول الدين، هاتان الإدارتان اللتان لم نعهد عنهما إلا تشجيع الطلبة وتوجيه الطلبة نحو طلب المعالي وتسخير ما يمكن لإفادة الطلبة ودفع رغباتهم وشحذ هممهم. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا، وأسأله أن يغفر لي زلتي وأن يستر عيبي، وأعتذر لعلني مرة أخرى لعلني كنت سريعا في الكلام، وبعض المسائل تحتاج إلى تفصيل. وأشكركم مجددا عملا بقول النبي الكريم
لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكركم شكرا كثيرا، شكرا وافرا، جزاكم الله خيرا، وأحمد إليكم صبركم وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم. إذا نجدد شكرنا الجزيل لكم فضيلة الدكتور على ما أجدتم به وأفدتم.